فرقة تيزويت هي فرقة موسيقية مغربية اشتهرت بأغانيها ورقصاتها المستوحاة من التراث الأمازيغي وخاصة منطقة سوس. تتميز الفرقة بتقديم موسيقى أمازيغية عصرية، وقد حققت شهرة كبيرة في داخل المغرب وخارجه. ساهمت هذه الفرقة في الحفاظ على التراث الموسيقي الأمازيغي وإيصاله إلى جيل الشباب. في هذه الحلقة من بودكاست مدارات فنية يحدثنا الفنان يوسف بولهواري مدير الفرقة عن هذه الفرقة المميزة بمناسبة مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان مينا السينمائي في مدينة لاهاي الهولندية في 5 أبريل القادم. بصفتي رئيس جمعية تيزويت العالمية أو رئيس فرقة تيزويت العالمية التي تأسست منذ 2010. الهدف ديالنا هو أننا نوصل الموروث الثقافي إلى العالمية. أما فيما يخص الأعضاء المجموعة كاينين 12 بنت وكذلك 15 عضو ديال الشباب، وكذلك مصور نتاع المجموعة وعبد ربي. هذه المجموعة كيف ما شرت أنها كتنتمي لواحد الجمعية اللي هي إطار قانوني اللي تأسس منذ 2010، ونتمنى إن شاء الله أننا نزيدوا نوصلوا هذا الموروث الثقافي إلى العالم، ولما لا إن شاء الله في جميع الدول أنحاء العالم. فرقة مغربية كيف ما شرت جات من قلعة مقونة بوملن دادس إقليم تنغير جهة درعا تفيلالت من المغرب. بدأت في البداية ديالها في 2010 في الأعراس وفي المهرجانات المحلية، من بعد المحافل الدولية مثل القارة الآسيوية والقارة الأمريكية. وللإشارة أنني نسيت هذه المسألة هذه، أننا فزنا بالجائزة الأولى في مهرجان كندا 2019 بموريال، والحمد لله قمنا كذلك بفتح فرع التابع لجمعية تيزويت العالمية، سميناه جمعية تيزويت للمغاربة المقيمين بالخارج بمدينة رين الفرنسية. كذلك الفرع الثاني سميناه جمعية تيزويت للتبادل الثقافي بإسبانيا، وبالضبط ببرشلونة بدولة إسبانيا. ونطمح كذلك أننا نزيد ونفتحوا فروع آخرين في جميع في مجموعة من الدول أو جميع الدول الآخرين إن شاء الله تعالى. المجموعة كتقوم بمجموعة من الرقصات مثل رقصة النحلة، والتي تشبه رقصات النحل، ويستعمل ميسر الفرقة أثناء الرقص ولا أثناء الرقصة مجموعة من الإشارات والتي تمكنه من ضبط المجموعة. وهنا فقط رقصة النحلة نرجع للنحل. النحل فيه 3 الأنواع أو 3 الأشكال، الملكة وكذلك الجنود والخادمات. وفي الفرقة الفنية لفرقة تيزويت العالمية هناك مايسترو والخادمات اللي هما البنات، وكذلك الجنود أو الحراس هما الشباب. ولكن دائما الملكة هي اللي كتعطي الأوامر. نفس الشيء بالنسبة للفرقة الفنية المايسترو هو اللي كيعطي الأوامر أو الإشارات بالبندير أو بالطريقة ديالو باش ينجح
رقصة ديالو. نتمنى إن شاء الله دائما أننا نكون عند حسن الظن الجميع، وخصوصا المغاربة، لأننا نمثل المغرب في جميع أنحاء العالم. نقدم مجموعة من الرقصات وكذلك الشعر الأمازيغي ما يسمى بأحيدوس. أحيدوس فيه يعني مجموعة من الدلالات، وكذلك فيه كلمات على حسب المناسبة، عرس أم مهرجان أم عيد ميلاد أم إلى غير ذلك. يعني كذلك أحيدوس راه كان في البداية، ومازال الناس إلى حد الآن كيقوموا بأحيدوس في جميع الأعراس. ونحن كذلك يعني وصلنا هذا الموروث إلى مجموعة من القارات، مش غير مجموعة من الدول، مجموعة من القارات. كذلك فيما يخص الرقصات، راه رقصة النحلة يعني معروفة على الصعيد العالمي، ونشكر بالمناسبة نشكر الناس القدام اللي خلاو هذا الموروث وهذا الرقصة اللي هي رقصة النحلة، وكذلك مجموعة كذلك يعني رقصة أدرسي، ومجموعة من الرقصات ومجموعة من الأهازيج الأمازيغي المغربي الأصيل، اللي فيه مجموعة من الحوائج اللي كتقيس المجتمع، لا من خلال التاريخ ولا من خلال الحضارة، من خلال الواقع إلى غير ذلك. نتمنى إن شاء الله ولما لا أنه ندون هذا الشيء يكون كي يتقرأ في الجامعات مستقبلا إن شاء الله تعالى. وللإشارة أن المجموعة مجموعة تيزويت العالمية زارت مجموعة من الدول مثل فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، وكذلك ألمانيا، إسبانيا. كذلك زارت كذلك في القارة الآسيوية كيف ما شرت مكة وأذربيجان والإمارات، وفي إفريقيا الحمد لله كنفتخر دائما بالمغرب، ونفتخر براية المغرب، ونفتخر كذلك بهذه المجموعة المحترمة. ونتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن ظنكم وظن الجميع، وخصوصا المتتبعة والعشاق ديال الفرقة والمتتبع ديال التراث المغربي الأصيل.